سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس نتوما تتفرجوا في هذا لا فيديو. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا ما تنساوش انكم تخلوا لي كومونتير شباب كيما نتوما، تخلوا لي جيم وتبارطاجوا هذا لا فيديو مع احباباتكم وصحاباتكم باش هكا تكبر لاشين تاعنا وتشجعوني باش نقدم لكم روتينات فيديوهات ياسر. ويلا نبداو لا فيديو تاعنا على بركه الله. بديت لكم من اول حاجه نديرها في بدايه نهاري، واللي هي اني نروح نطيب لهم القهوه. واش نحكي لكم يا البنات، واش صار فيهم القهوه كي تقطعت ولا الدوخه تدي فيهم وتجيب فيهم. كي نقول لكم وين يحوسوا عليها ما يلقاوهاش، يلقاوها طارت، يدير لهم هكا ببلاصه يقول لهم راه خلاص راها فيها. النهار اللي يروح يصفاو ليها يقول لهم صاي قضات. حتى نجاب لهم خالي هذا الكيلو تاع القهوه، واش نقول لكم كانه جاب لهم كنز. فرحوا واحد الفرحه ما وراهاش فرحه. كما قلت لكم حنايا الدار تاعنا يشربوا القهوه بكميات كبيره. انا خاطيني القهوه، ما نشرب القهوه ما ندور بيها، ما نعرفها ما تعرفني. بصراحه انا يا صباح نشرب يا اما حليب يا اما تيزانه يا اما ما نشربش كامل، نفطر باي حاجه من غير القهوه. اما هما والله يبداو بالفنجان هذاك تاع القهوه باش يكملوا نهار تاعهم. اذا ما فطروش ما تعرفيهم ما يعرفوك. كما راكم شفتوا هنايا كنت حبيت نصور فيديو، وثاني حبيت نقلش ماما شويه. رحت هكا طيبت لها في القهوه الله الله، وسربيتها لها هكا في فنجال بالطبع والشان، وحطيت لها هكا مع حبيبه تاع بسيسه ولا كما تحبوا تسموه كعبوش. فكرتوني نتوما شو تقولوا له البنات؟ حنا نقولوا له كعبوش كي يكون هكا مكور، اما كي يكون هكا مفتفت نقولوا له بسيسه. اما بالنسبه للطياب نفس الطياب تاعهم. نتوما البنات واش تقولوا له؟ خلوا لي في التعليقات. واذا كانت الوصفه تاعو تختلف تاع الكعبوش وحدها وتاع بسيسه وحدها، ثاني اكتبوها لي في التعليقات وهكا تفيدوني ونجربها انا ثاني ونقول لكم اسكو عجبتني ولا ما عجبتنيش. كما قلت لكم حبيت ندلعها شويه نقلشها، وثم دامني حندلعك هيا هاتي نصور فيديو نحطه في القناه نشارك به حباباتي واش راني ندير. كما قلت لكم حطيت لها هذا الكعبوش كنا خادمينه من قبل، خادمين كميه ونخبوها ونجبدوا منها بشويه هكا في الفطور في العشويه راكم تعرفوا. نبداو دوكا في اللاغوسات تاعنا. كما قلت لكم الفيديو تاع نهار اليوم راه متنوع. راح ندير لكم اليوم الوصفه تاع التليتلي، راح نطيبه لكم بطريقتي. نطيبوه كيما هاك، لا دي مش هي. المهم انا قلت لكم بدايه هذه طريقتي انا. بالنسبه للتوابل واش ندير الزنجبيل، الفلفل الاكحل، العرق الاصفر اللي نقولوا له الكركم، البابريكا والراس الحانوت والملح. الدجاج ديري الكميه اللي تحبيها. انا درت الطراف عدد الافراد اللي كانوا حاضرين ديجا. اكيد قرن تاع فلفل حار باهي بيعطينا البنه، والحميصه تكون طايبه من قبل، والبصل هنايا كنت رابيت حبه تاع بصل كبيره، وثاني كنت رحيت حبه تاع طماطيش كبيره تكون طايبه مليح في الاشوار. هذا هما المكونات. هنايا الطماطيش المصبره راح نشوف الا نديرها ولا ما نديرهاش حسب لاصوص تاعي واش راح يكون اللون تاعها. اذا لقيتها مزال ناقصه الحموره راح نزيد لها شويه تاع الطماطيش المصبره. كما راكم شفتوا هنا رحت درت الدجاج، درت البصل، درت لي زيبيس، درت كلش وقليتهم مليح مليح مليح. كما نقولوا نديروا لهم قليه مريقله. ومن بعد كي يتقلاو مليح نروح ندير لهم الطماطيش اللي كنت رحيتها. البنات الطماطيش لازم ترحوها ولا رابوها مليح، ماذا بكم هذيك القشره كامل ما ديروهاش باش هكا لاصوص تاعكم تجيكم صافيه وتجي ثقيله. هنايا كنت رحت درت هذيك الطماطيش تاعي المصبره، طماطيش قصدي العاديه الفريش. واذا كنتوا تحبوا تستغناو عليها استغناو عليها. هنا ثاني رحت هي حمصتها مليح معاهم باش هذيك البنه تاعها شويه تنقص. ورحت درت الحميصه تاعي. هنا الحميصه تاعي كانت طايبه من قبل، كنت منفختها وطيبتها ليله قبل. نروح نزيد ثاني نحط هذاك القرن تاع الفلفل الحار باش يعطينا البنه. انا نحطه من البدايه باش يعطيني بنه مليحه. نخليها فوق النار قويه في البدايه حتى ترفد الغليه، وكما ترفد الغليه نغطي عليها ونخليها تطيب على اقل من مهلها. واكيد راح نقص لها النار باش ما تنشفش هذيك المرقه تاعنا وتبقى لنا باش نخدموا بها التليتلي، لانه التليتلي راه يحتاج المرقه باش يطيب. ومن بعدها هنايا نروح نجيب التليتلي اللي عندي، ديري الكميه ثاني اللي قلت لك اللي تساعدك تيا. نروح نديرهم هكا في مقله ولا حاجه تكون ثقيله، لانه كيما نقولوا في ساعه يحرق. ونقصوا عليه النار كامل ونبداو نقلبوا فيه. هنايا راح نخليه حتى يولي اللون تاعو دوغي، مش راح نخليه يوصل حتى يولي مارون ولا يبقى باج. حنخليه يولي اللون تاعو دوغي باش من بعد كي نلوحو في اللاصوص ما يتبدلش اللون تاعو وراح يولي داكن. ونخلي هذاك التليتلي تاعي يبقبق كما هكا في لاصوص على نار ثاني قليله. نهار اللي نعرفو خلاص صاي طاب
نروح ندير له مغرف تاع زبده عربي، راه تتباع هاد اللبان نعرفوها كامل. ومن بعد كيما يطيب راح نغطي عليه ونطفي النار ونخلي عليه يتشرب كامل هذيك لاصوص. وها هوينا التليتلي تاعنا وجد كيما راكم شفتوا. شبحتو هنايا درت له حاجه خفيفه قاعدتين، درت له هكا حبيبات تاع حمص والبيض المغلي والدجاج. هنا الدجاج كنت درته في الفور، درته دهنته بشويه تاع زبده وشعلت عليه من الفوق وخليته يتحمر. بالنسبه للبنات اللي راهم يسقسوا فيا على طريقه التحمير تاع الدجاج تاعي، انا ماني ندير له في والو. كيما قلت لكم ندهنه بشويه زبده وندخلوا له الفور. وشنهي انايا ما نغفلش عليه، كل مره ندور لهذاك المول تاعي ولا البلاط تاعي ندورو باش هكا يتحمر كامل على الجوانب. هذه هي كانت وصفه تاع التليتلي وكانت على طريقتي، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتردوا لي في التعليقات. بعدها راح نشارككم هنايا المشتريات تاعي. كنت شريت زوج حوايج هذونا كانوا ضلهم مده في بالي وديما نقول نشريهم ونوخرهم وصراحه كان السعر تاعهم شويه غالي، حتى لقيتو دار بروموسيون اي رحت طحت عليه وشريته. هذا البول الاول اللي شريته كانوا عجبوني الورد تاعو، كنت ديما نلقاهم بصح كيما نقولوا نلقى الفينيسيون يا اما ناقصه، يا اما نلقى الورد شكله مزين، يا اما نلقى لونه مزين، يا اما البول في حد ذاته ما يعجبنيش. المهم واخيرا لقيت حاجه كيما نقولوا طيح على الكوستو تاعي. اما بالنسبه للبري هذا كان حاطه ب150,000 ومن بعدها عاود دار له روميز وحطوه ب100,000. صراحه هو يستاهل هذا البري باسكو الكاليتي تاعو مليحه وحاجه فيني مش حاجه تاع بومسقد وخلاص. وكنت شريت هذا ثاني الزوج، هذا جاي صغيور والاخر جاي شويه كبير. كيما هذا حبيت نديرو هكا كي نكون نصوركم في غوسات راكم تعرفوا، وحبيت نبدل مش ديما حامقه على هذاك اللي لونه اخضر، حبيت نبدل ندير مره هذاك مره هذاك باش يكون تنوع في لا فيديو تاعي وما هكا ما تملوش في المنظر. كيما قلت لكم هذا كنت شريته ب60,000. الورد تاعو جاي بلاستيك والاخر جاي الورد تاعو كيتان. هذه الحاجه اللي عجبتني فيهم. كيما هذا كان راح نبعدو على الطياب مش راح نديرو في الكوزينه، راح يكون يبقى نقي. اما هذا اللي جاي الورد تاعو بلاستيك راح نديرو في الكوزينه عادي لانه الورد تاعو يتغسل، معناها مش راح نديرونجا منه. كيما قلت لكم هذا شريته ب60 وهذاك شريته ب150. البنات هذا بعد ما لقيت البروموسيون باش شريتهم، هما كانوا اقل من هاك. الحاجه الاخرى اللي نحكي لكم عليها قلت لكم الفينيسيون كانت ما تعجبنيش هي هذاك الحجر. كنت ديما كي نشوف واحد نلقى الحجر هذاك تاعو مش لاصق مليح. مام يعجبوني بصح نلقاهم الحجر هذاك مش لاصق، وانا كنت حابه على حاجه تكون فينيسيون تاعها مليحه لانه انا ما نشريش هذو الحوايج ياسر، وكي نحب نشري حاجه تبقى لي مده وثاني تكون مليحه. مام هذايا الصقير ثاني جاي الحجر تاعو لاصق مليح. كما قلت لكم انا من قبل شريت واحد ومن بعد الحجر تاعو هذا لقيتو كامل طاير مش لاصق. ايا ما عليا رحت شريت الكول ولصقته من دارها وجديد. وهذا هو فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. عليا دوك نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.